السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم فيديو حلو قوي قوي، يعني حاجه كده تحافظوا على الخضار في التلاجة مثلا لمدة اسبوعين 3 اسابيع حسب بقى، ممكن شهر. بايه؟ بالمعالق دي. ازاي؟ هوريكم دلوقتي ازاي. وفي طريقة تانية لما تجربوا دي وتكتبوا لي في الكومنتات ان هي تمام التمام، هبقى اقول لكم على الطريقة التانية. ماشي يا حبايبي؟ خليكم معايا، ما تروحوش كده ولا كده. تمام؟ ولايك واشتراك. ماشي يا حبايب قلبي؟ هوريكم الخضار وهوريكم اعمله ازاي، وهتحطوه في التلاجة لان دلوقتي الحاجة غالية وحرام الحاجة تبوظ. لو فضلت في التلاجة فترة ممكن تبوظ، وفي حاجات ما ينفعش تحطيها في الفريزر زي الجزر، زي الفلفل، زي الخيار. فاحنا في طريقة هقولها لكم دلوقتي تحافظ لكم على الخضار ممكن لمدة شهر، 15 يوم، يبقى زي الفل كأنك لسه شارياه. خليكي معايا، ما تروحيش شمال ولا يمين، استنوني هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. بصوا يا حبايبي، دي طماطم اهي، وده جزر، وده فلفل رومي، وده فلفل حراق، وده فلفل حامي، وده خيار، وده ليمون. تمام؟ ودي خضره. تمام؟ انا عامله الليمون اهو، بصوا عامله الليمون بقاله ازيد من بتاع 10 ايام. هتجيبي الكيس كده، تحطي فيه الحاجه وتحطي فيه معلقه بس. هعمل كل حاجه وهوريكم دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، وعملت البسله اهي والفاصوليا والكوسه. تمام؟ حتى الناس بقى اللي زي حالاتي ما بتحبش تنزل السوق كتير، عايزه تجيب كذا حاجه كده مع بعض، كذا حاجه كذا حاجه، هو كده الطريقه دي هتحافظ لها على الخضار كله. انا مجرباها والله وشايفاها وعارفاها. بصوا يا حبايبي، دي اكياس تلاجة. تمام؟ انا عامله الليمون اهو، هحط فيه معلقه. تمام؟ انا مجرباه قبل كده وقلت طالما جربت لازم اقول لكم عليه. هجيب الطماطم كده، الاسعار نار، فلازم تشوفوا اي طريقه نحافظ بيها على الحاجه عشان ما تبص. حرام، الناس ما هياش فيها حيل لحاجه تبوظ وترميها. بصوا يا حبايبي، هتحطوا المعلقه كده في الكيس اهو، وهتربطوا عليه كده كده او كده، مش تفرق يعني. ممكن تربطوا كده وممكن تربطوا كده عادي، يعني تربطي باي طريقه انت عايزاها. خلي بالك بس عشان المعلقه ما تقطعش الكيس، لان ما ينفعش الكيس يتقطع. ظبطي المعلقه كده بحيث ان الكيس ما يتقطعش، واربطيه كده. وجربوها يا حبايبي وقولوا لي. في طريقه كمان تانية لو جربتوا دي ولقيتوها تمام قولي لي في الكومنتات، وانا هقول لكم على الطريقه التانية برضه. يعني دي طريقه وفي طريقه تانية كمان. تمام؟ ادي الليمون وادي الطماطم. اعمل كمان الفلفل، ارصه كده اهو. جربوها مش هتخسروا حاجه يعني. لعل وعسى تبعتولي تقولولي اني تمام وتسلم ايديكي وفكره حلوه. هتحافظ لكم يا حبايبي على الخضار. بصوا بقى يعني لمده 15 يوم، شهر، حسب. شوفوا هتعمل ايه معاكم وقولوا. حطيت كل الفلفل اهو في كيس اهو.
وهحاول اربط عليه كويس. اهم شيء لما تفتحي الكيس تاخدي منه تربطيه كويس، متخليهوش مهوي. جربوها يا حبايب قلبي وقولوا لي رايكم ايه. الكيس مليان قوي، ممكن انقصه مش مشكله، اخد واحده ولا اتنين استعملهم انا اوسع لنفسي. جزر، طماطم، ليمون، خيار، خضره، خضار، فاصوليا، بسله، اي حاجه. صدقوني يا حبايبي، ثواني بس الاضاءه مش حلوه. تمام كده عملنا الخيار بتاع الطماطم والفلفل والليمون. تمام هعمل كمان الخيار، عشان الخيار اليومين دول بيبوظ بسرعه جدا، معرفش يعني، عشان اكيد كل الخضار ممكن يكون مش بلدي الخيار كده. احط معلقه كده، طلع الهواء. لان انا كنت بجيب الليمون واحطه الاقيه يعني بعد شويه كذا واحده كده عفنت. الجزر الاقيه مثلا فيه واحده ولا اتنين مهريين، هو الكيلو فيه كام واحده عشان ارمي 2 ولا 3؟ اهو يا حبايبي الجزر برضو نفس الطريقه. اهي معلقه، اكيد كلنا في البيت عندنا معالق كتير يعني، مفيش حد بيبقى عنده معلقه واحده يعني، لا عندنا كميات معالق. في طريقه تانية بس لما تقولولي على دي وتبعتولي في الكومنتات ان هي تمام ابقى اقول لكم على الطريقه التانية. فلفل الحامي، وفلفل الالوان كمان حساس جدا، بيبوظ بسرعه جدا جدا جدا. اهو المهم تفرديه كده اهي. لو كيس كويس كده فيه مساحه اعمليه كده. تمام يا حبايب قلبي، ادي الخيار، ادي الفلفل، ادي الخيار، ادي الفلفل الرومي، وادي الليمون، وادي الطماطم، وادي الجزر. بمعلقه تحافظي عليه لمده شهر، اهم شيء الكيس ما يتقطعش. هعمل كمان الخضره، حتى الخضره بنجيبها يعني جبناها كده بتبوظ برضه يعني، ما تفكروش ان هي مش بتبوظ، لا بتبوظ. فالطريقه دي يا حبايبي هحافظ لكم على كل حاجه. بصوا اهي ما بقالهاش يومين وباظت. بصوا جبلت اهي وبقت حالتها حلوه. انضفها كده وننزل منها الحاجات دي.
ونحطها مع اخواتها كده. نحط معلقة، مش خسرانين حاجة يعني اهو. طلعوا الهوا يا حبايبي. معلش الاضاءة مش حلوة، معلش. بصوا بحاول بقدر الامكان ان انا اطلع الهوا. بمعلقة تحافظي على الخضار، معلقة حافظي على الخضار لمدة شهر. وفي طريقة تانية ان شاء الله اقول لكم عليها، بس لما تجربوا دي وتقولوا لي ان تمام كده وزي الفل والحاجة كويسة وعاشت عندنا فترة طويلة. مستنية رأيكم في الكومنتات لما تجربوها. تمام. بمعلقة معلقة هتحافظي على الخضار بتاعك كله في التلاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولايك واشتراك يا احلى ناس في الدنيا، وبشكر كل الناس اللي بتفتح فيديوهاتي وبتتفرج عليها. بحبكم في الله.